إذن سيادة الرئيس، كيف يمكن وصف علاقة سوريا مع الغرب وتحديدا الدول الكبرى؟ نستطيع أن نصفها بأنها علاقة نزاع على السيادة. هدفهم المستمر أن ينزعوا السيادة عن الدول بما فيها سوريا. المشكلة ليست فقط مع سوريا، ونحن نتمسك بسيادتنا بدون تردد. وهذه العلاقة التي تتحدثين عنها هي ليست الآن، ليست خلال الأزمة، حتى في الأوقات التي كان يعتقد الكثيرون بأنها أوقات يعني شهر عسل كما يطلق عليها بيننا وبين الغرب، لم تكن كذلك. في كل مرحلة، في كل مناسبة كانوا يحاولون التدخل في الشأن الداخلي بطرق لطيفة، بطرق تدريجية لكي نعتاد، ونحن كنا بالمقابل نجعلهم يعتادون على أن سوريا بلد لا تمس سيادته ولا يمس قراره المستقل. فأنا فقط أردت أن أوضح بأن هذه العلاقة مستمرة، ليس فيها شيء جديد خلال الأزمة سوى المظهر. يضعون لك الأفخاخ بلغة التهديد أو يضعونها بلغة جميلة، هذا هو الفرق. نعم سيادة الرئيس، الضغوط الغربية على سوريا والتدخل بشؤونها الداخلية بلغ ذروته بالحديث عن استصدار قرار إدانة من مجلس الأمن، وأيضا عن احتمال يعني ضرب سوريا عسكريا من قبل حلف الناتو. هل تخشون ذلك؟ بالنسبة للموضوع العسكري، أولا أذكر في عام 2003 بعد سقوط بغداد بأسابيع قليلة ولم يكن هناك لا مقاومة ولا ورطة أمريكية، ولم يكن الفشل في أفغانستان قد ظهر، يعني كان هناك خضوع دولي مخيف للولايات المتحدة. وأتى أحد المسؤولين الأمريكيين والتقيت به وتحدث بنفس المنطق العسكري بشكل مباشر أكثر، بأن الخطة كانت بعد العراق أن نأتي إلى سوريا، فالمطلوب منكم 1 2 3 4. فكان الجواب هو برفض كل هذه البنود. بعدها بدأت تأتينا التهديدات بشكل مستمر، لدرجة أن هناك خرائط عسكرية أرسلت لنا تحدد الأهداف التي ستقصف في سوريا. هذا الشيء يتكرر من وقت لآخر. طبعا هذه المعلومات أتحدث بها للمرة الأولى. نفس الشيء بالنسبة للتهديد بالعمل العسكري وللتهديد مجلس الأمن. طبعا أي عمل ضد سوريا ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يحتملوه لعدة أسباب. السبب الأول هو الموقع الجغرافي السياسي لسوريا. السبب الثاني هم الإمكانيات السورية التي يعرفون جزء منها ولا يعرفون الأجزاء الأخرى، والتي لن يكون بمقدورهم تحمل نتائجها. فلذلك نحن علينا أن نفرق بين التهويل وبين الحقائق، أو يعني بين الحرب النفسية والحقائق، من دون أن نهمل هذا التهويل. يعني لا نلغي أي احتمال، ولكن لا يدفعنا للخوف. فإذا تعاملنا بهذه الطريقة مع التهديد العسكري، مجلس الأمن نتعامل معه بطريقة أسهل. وفي عام 2005 عندما حاولوا القيام بنفس الشيء بعد اغتيال الحريري، وجعلوا مجلس الأمن الأداة التي ستسحب السيادة من سوريا تحت عنوان التحقيقات، كنا واضحين. وقلت في خطابي في الجامعة بأن السيادة الوطنية أو القرار الوطني أهم بكثير من أي قرار دولي. هذا موضوع مبدئي منتهي الموضوع. مجلس أمن بغير مجلس أمن لا يعنينا الموضوع. لكن بالنسبة لكلمة أن نخشى، يعني هذا الموضوع يتكرر الآن أيضا بين الناس. أقول يجب أن يكون موضوع مبدئي. إذا كنا نخاف من مجلس أمن ومن حرب ومن غيرها، فعلينا أن لا نواجه بالأساس، أن لا نتمسك بالحقوق. إذا قررنا أن نتمسك بالحقوق ونتمسك بالثوابت، فعلينا أن نضع الخوف جانبا. إذا قررنا أن نخاف، فليأخذ قرار وطني من قبل الشعب، ولا أعتقد بأن الشعب سيذهب بهذا الاتجاه، ولم يفعلها سابقا بظروف صعبة أخرى. فموضوع الحقوق والمبادئ سيبقى ثابتا، وبالتالي علينا أن نضع الخوف جانبا ونستمر بالتحرك إلى الأمام. ولا ننسى بأن هذه الدول التي تهدد هي نفسها في ورطات عسكرية واقتصادية وسياسية وحتى اجتماعية. يعني وضعها ضعيف، هي أضعف بكثير من قبل. إن لم نكن قد خضعنا لها منذ 6 سنوات عندما كانت في ذروة القوة، نخضع اليوم؟ لن نخضع. سيادة الرئيس، يعني هل هذا الكلام ينطبق على الوضع الاقتصادي في سوريا؟ يعني معروف أن الغرب لا يزال يريد أن يضغط على سوريا اقتصاديا، وهذا ما يخيف المواطن حقيقة في لقمة عيشه وفي مستقبل أولاده. ما هو وضع سوريا الاقتصادي الآن
وفي المستقبل القريب؟ لا شك بأن الأزمة أثرت اقتصاديا، ولكنها أثرت لأسباب معنوية، ولو أن الوضع الاقتصادي خلال الشهرين الأخيرين بدأ يستعيد عافيته من خلال تحرك دورة الاقتصاد داخليا، وهذا شيء إيجابي بما فيه السياحة طبعا التي لها تأثير مهم على الاقتصاد في سوريا. لكن عندما نتحدث عن حصارات، أولا الحصار موجود لم يتغير، وما زالوا ينتقلون من خطوة إلى أخرى بظروف المختلفة، حتى في ظروف العلاقة الجيدة ظاهريا بيننا وبينهم. لكن بكل الأحوال بالرغم من العلاقات القوية اقتصاديا واعتمادنا بشكل كبير على العلاقة مع أوروبا تحديدا، ربما ليس مع الولايات المتحدة، لكن في العالم الذي نعيش فيه اليوم البدائل موجودة. ونحن في عام 2005 عندما بدأوا بعملية الحصار أخذنا قرار في مؤتمر حزب البعث بالتوجه شرقا، وبدأنا بخطوات عملية بهذا الاتجاه. طبعا كان يمكن أن تكون أسرع، ولكننا الآن مستمرين بالتوجه شرقا. فإذا كانت الساحة الدولية هي السؤال، فالساحة الدولية لم تعد مغلقة. معظم البدائل موجودة من أعلى التقنيات إلى أبسط المواد التي نحتاجها. هذا من جانب. من جانب آخر سوريا لا يمكن أن تجوع، نحن لدينا اكتفاء ذاتي، فسوريا أن تجوع سوريا هذا الكلام مستحيل. النقطة الثالثة الموقع الجغرافي لسوريا أساسي في اقتصاد المنطقة، فأي حصار على سوريا سيضر عدد كبير من الدول، وأيضا سينعكس على دول أخرى. لذلك علينا أن لا نخشى من هذا الموضوع. المهم أن تكون معنوياتنا عالية في الموضوع الاقتصادي، أن لا تهزنا الأزمة، وأن نحاول قدر المستطاع أن نعيش الحياة الطبيعية من بيع وشراء وتبادل تجاري في الداخل ومع دول الجوار ومع الدول الصديقة. يعني الحديث عن دول الجوار يقودنا إلى الحديث عن تركيا. تركيا في الفترة الأخيرة يعني موقفها متذبذب كثيرا، وإن كان يميل إلى اللهجة التصعيدية فيما يتعلق بعلاقتها مع سوريا. يعني حتى إن البعض قال إن تركيا أصبحت أداة أو لعبة بيد واشنطن تحركها كيف تشاء في الشرق الأوسط وفي أي ساعة تشاء. كيف تنظرون إلى هذا الموقف التركي وإلى العلاقة السورية التركية بشكل عام؟ لو بدأنا بالإطار العام، فنحن دائما نلتقي مع مسؤولين من دول مختلفة، ولا نشعر بالحرج من أن نتحدث معهم في الشؤون الداخلية. نأخذ نصائح، أحيانا نتقبل بعض الدروس يعني جامل، ولكن إذا كان هناك خبرة نحاورهم في خبراتهم، خاصة الدول التي تشبهنا بالمجتمع، وبشكل خاص الدول الأقرب. هذا شيء طبيعي، ولكن عندما يصل الموضوع إلى القرار فنحن لا نسمح لأي دولة في العالم لا قريبة ولا بعيدة بأن تتدخل في القرار السوري. هذا بشكل عام. بالنسبة لتركيا يجب أن ننظر من عدة زوايا. ما فعلناه مع تركيا طبعا ثنائي الجانب خلال العقد الماضي هو أننا أردنا أن نلغي من ذاكرة الشعبين الجوانب السلبية التي سادت لقرن من الزمن في القرن العشرين بشكل أساسي، ونجحنا في هذا الشيء. لابد من فصل هذه العلاقة عن علاقة الدولة. بالنسبة لتصريحات المسؤولين، بما أننا لا نعلم ما هي النوايا الحقيقية، إن الله أعلم بنوايا الإنسان، نستطيع أن نضعها في عدة احتمالات. ربما تكون نوع من الحرص كما نسمع من وقت لآخر. إذا كانت نوع من الحرص فنحن نقدر ونشكر حرص الآخرين على سوريا. ربما تكون قلق من أي خلل يحصل في سوريا يؤثر على تركيا، وهذا قلق طبيعي. والاحتمال الثالث هو أن يكون محاولة أخذ دور المرشد أو المعلم أو لاعب الدور على حساب القضية السورية. هذا الموضوع مرفوض رفضا باتا من أي مسؤول في أي مكان في العالم بما فيها تركيا. لكن بما أننا لا نعرف ما هي النوايا، لا نستطيع أن نحدد ما هو أو ما هي خلفية هذه اللهجة، ولكن بما أننا قسمناها فهم يعرفوا بأن في كل نية من النوايا لدينا أسلوب تعامل معين. نعود إلى الحديث لو سمحتم سيادة الرئيس عن الإصلاحات. قلتم إن سوريا بعد تنفيذ الإصلاحات ستكون نموذجا يحتذى به في المنطقة. ماذا عن الإعلام الوطني، خاصة بعد قانون الإعلام الجديد؟ أتحدث هنا تحديدا عن رفع السقف فيما يتعلق بطرح القضايا الشائكة، خاصة وأنكم ذكرتم في خطابكم الأخير بأن الإعلام سيلعب دور الرقيب.
أنا لا أعتقد بأن هناك سقف، يعني يجب أن نضع سقف. السقف هو القانون الذي يحكم أي مؤسسة. أعتقد السقف هو أن يكون الإعلام موضوعي، ألا تكون لدينا صحافة صفراء تعتمد على الفضائح والابتزاز. نعم. هذا هو السقف. إن لم نكن نريد للإعلام أن يساهم بشكل جدي في المرحلة المقبلة فلا داعي لإصدار قانون جديد. نعم. فإذا الإعلام يجب أن يكون له دور أساسي ومحوري في العملية المقبلة. نحن نتحدث عن وجود أقنية ما بين الدولة وما بين المواطنين. طبعا لابد من توسيع هذه الأقنية، لكن من الناحية العملية لا يمكن أن يكون هناك أقنية مفتوحة بين الدولة وكل المواطنين، عشرات ملايين من المواطنين. هنا يأتي دور الإعلام. في موضوع مكافحة الفساد هناك عدة جوانب. هناك الدور المؤسسي، هناك وعي المواطن ومشاركته، ولكن هناك دور الإعلام. هناك أحزاب وهناك دولة وهناك حراك خارجي بالنسبة للموقف السياسي، وهناك إعلام يكون الرأي العام. فنلاحظ بأن الإعلام هو العقدة الموجودة بين مختلف المكونات الموجودة في المجتمع. فوجود هذه العقدة السليمة والصحية يساهم بشكل كبير في خاصة في المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية سيكون فيها الكثير من العثرات والاستغلال، فهنا يكون دور الإعلام مهم جدا. ولكن بعد تجاوز هذه المرحلة أعتقد بأن الإعلام سيكون قناة لأي مواطن، وسيكون قناة لأي مسؤول لكي يتحاور بشفافية مع المواطن. فيعني أصبحت داخلة في كل مكان في المجتمع. نعم. كيف تنظرون سيادتكم إلى الإعلام في المرحلة الحالية؟ هل واكب الفكر الإصلاحي؟ لكي نكون موضوعيين. نعم. وأنتم تسمعون كما أسمع أنا من انتقادات للإعلام الرسمي. نعم. فعلينا أن نقول هل أعطينا المعلومات للإعلام الرسمي لكي ينطلق؟ هذا أولا. هل أعطيناه الهامش أيضا لكي ينطلق؟ عندما نعطي الإعلام الرسمي الهامش والمعلومة يحق لنا أن نقيمه سلبا أو إيجابا. عدا عن ذلك فمؤسسات الدولة الأخرى تتحمل جزء كبير من المسؤولية في نقاط الضعف الموجودة في الإعلام. مع ذلك أنا أستطيع أن أقول، والكثيرين حتى من ينتقد الإعلام الرسمي يقول بأن الإعلام في الشهرين الأخيرين قد حقق نقلة مهمة للأمام، مع التوضيح بنفس الوقت بأن الإعلام الرسمي لا يمكن أن يكون إعلام خاص. نعم. في كل العالم. يعني لا يجوز أن نبالغ في توقعاتنا من الإعلام الرسمي. الإعلام الرسمي إعلام رصين، إعلام رسمي إعلام له أهداف واضحة موجهة، وليس إعلاما يتحدث عن أي شيء فقط من أجل أن يحقق أكبر عدد من المشاهدين. نعم. فعندما نفهم كل هذه الأمور يصبح التقييم موضوعي. وأعتقد بأن ما قمنا به في الأشهر وما قمتم به هو بهذه الظروف الصعبة شيء مهم جدا. المهم مع الانفتاح الذي نقوم به وإعطاء المعلومات والمزيد من الشفافية وقانون إعلام جديد أن يكون لديكم المزيد من التسارع في عملية التطوير في الإعلام السوري. سيادة الرئيس، سوريا مرت قبلا بأكثر من أزمة وخرجت منها أقوى. ماذا تقولون للشعب السوري اليوم؟ عندما نقول بأن سوريا خرجت أقوى من الأزمة فمن خرج هو الشعب السوري نفسه. نعم. فلست بصدد أن أقول للشعب السوري عليك أن تطمئن وعليك أن لا تخاف لأنك أقوى ولأنك ستخرج أقوى. هو يعرف. نحن نتحدث عن حضارة على الأقل عمرها 5000 عام منذ كتب التاريخ. قبل ذلك لا نعرف، ولكن بكل تأكيد كنا موجودين قبل ذلك بكثير. فهذا الشعب موجود وفي كل مرحلة من المراحل كان يصبح أقوى منه، ومن هنا أتت الحضارة السورية بشكلها الراهن. لا يمكن أن نسقط إلا إذا أتت أزمة وأنهت سوريا بشكل كامل، ولا أعتقد بأننا في مواجهة أزمة ستنهي سوريا. فالخيار الطبيعي الذي أستطيع أن أتحدث عنه لنفسي، أنا أقول بأنني مطمئن لأن الشعب السوري كان دائما يخرج أقوى، وبشكل طبيعي هذه كأية أزمة سوف تعطيه المزيد من القوة. لذلك أنا لا أشعر بالقلق ولا أدعو أحد للقلق وأطمئن القلقين. نشكركم جزيل الشكر سيادة الرئيس على استضافتكم لنا التلفزيون العربي السوري. شكرا لك سيادة الرئيس، شكرا جزيلا. مرة أخرى أرحب بكم وشكرا لكم. شكرا جزيلا.